انا دلوقتي بقالي 3 سنين متجوز ومعايا بنوته صغيره ربنا يخليها لي ويحفظها. انا مهندس وزوجتي مهندسه وعمري 33 سنه وهي 26 سنه. اهل زوجتي ناس كويسين جدا، لكن كان في شرط في عقد الجواز ان الزواج يكون بره بيت العيله، وانا وافقت على كده. المهم من سنه كده اترقيت ومسكت مدير مشاريع ونقلوني امسك فرع الشركه في محافظه بعيد عن محافظتي. انا في الاول رفضت لان مرتبط قوي بالوالد لان والدتي متوفيه، لكن مع الحاح زوجتي وكمان هاخد اكتر من ضعف مرتبي وافقت ونقلت معيشتي جنب الشغل الجديد لان زوجتي مش شغاله. المهم لما نقلت شغلي تعبت نفسيا جامد لان كنت متعود كل يوم وانا راجع من الشغل اعدي على والدي اشرب معاه الشاي واقعد معاه 10 دقايق كده وارجع البيت. قمت عرضت عليه يجي يقعد معايا واجيب حد يهتم بيه عشان كل يوم اقدر اشوف. طبعا هو اتبسط جدا ولكن زوجتي رفضت تمام، ولكن انا اصريت وجبت والد وخدت له شقه وجبت معاه واحد يخدمه وكل يوم بعدي عليه 10 دقايق وانا مروح وهو في نفس العماره بتاعتي. اللي مزعلني ان زوجتي عمرها ما نزلت تسلم عليه مع اني بروح معاها عند اهلها وهم بيحبوني، بس من حوالي شهرين لقيتها بتقول لي الفلوس اللي انت بتصرفها على والدك احنا اولى بيه، وعملت مشكله معايا وطلبت منه انه يرجع لبيته القديم، ودلوقتي بقى لها اسبوعين غضبانه عند اهلها وشرطها الوحيد عشان ترجع ان والدي يرجع لبيته القديم. وحاولت ارجعها كذا مره وهي رافضه مع ان ابوها وامها في صف ولكن اخواتها البنات في صفها، وانا دلوقتي قاعد مع والدي في نفس الشقه ومش عارف اعمل ايه. ووالدي ما يعرفش حاجه عن الموضوع ده تمام. فاهم ان زوجتي تعبانه شويه، والدي لو عرف حاجه ممكن حرفيا يروح فيه لان هو اصلا مريض قلب. فياريت تنصحوني اعمل ايه.